هناك شخص ما من الأشخاص لما تيجي تسأله أنت بتشتغل إيه يقول لك أنا بشتغل مفكر إسلامي. أيوة، يعني حضرتك بتعمل إيه؟ بفكر في الإسلام يا أخي. أيوة، بتفكر فيه من أنهي اتجاه؟ يعني بفتح شوية كتب كده وأقعد أقرأ فيها وأدور على أفكار وأخد اللي يعجبني وأسيب اللي ما يعجبنيش، وأمسك في الحاجات اللي فيها اشتباهات وشبه وإسقاطات عشان أشكك الناس في دينهم. يعني انتشر في الفترة الأخيرة حكاية المفكر الإسلامي اللي بيتكلم كتير في الإسلام، ولما تيجي تسأله إيه شهادات حضرتك اللي تؤهلك إنك تبقى مفكر إسلامي يقول لك أنا واخد ماجستير من إنجلترا. إيه علاقة إنجلترا بالدين الإسلامي؟ أنت عارف حضرتك عشان تبقى مفكر إسلامي مفيش حاجة أصلا اسمها مفكر إسلامي. في حاجة اسمها رجل دين. رجل الدين ده بيبقى درس في الأزهر في إحدى كليات كده بنعرفها زي شريعة وقانون، زي أصول دين وشريعة، زي دراسات إسلامية بأقسامها المختلفة. وده كمان مش كفاية إنه يؤهله إنه يبقى راجل دين. لازم بعد ما يدرس في الكلية دي يبدأ ياخد ماجستير ويحضر في مجال أكثر تخصصا، وبعد كده ممكن كمان ياخد دكتوراه. وممكن بعد ما ياخد الماجستير والدكتوراه ما يكونش عنده الموهبة إنه يستنبط ويبقى رجل دين محترف في الفتوى. عشان تفتي لازم حضرتك تكون على الأقل خالص حافظ القرآن كله، وحافظ الأحاديث، وقارئ كتب، وقارئ بشغف في الدين الإسلامي، وتبدأ تقارن وتفهم الدين الإسلامي بشكل أكبر بكتير من كونك أنت قريت كتابين دين وعرفت معلومتين. يعني مثلا في الأحاديث في أحاديث صحيحة، وفي أحاديث حسن وصحيح، وفي حديث ضعيف، وفي حديث موضوع، وفي مقارنات كتيرة جدا. وفي ناس متخصصة في علم الحديث، في الفقه، في ناس متخصصة في علم الفقه، في التفسير. كل دي علوم من علوم الدين الإسلامي لازم حضرتك تكون ملم بيها إلمام شديد عشان تقدر تقول إن أنت رجل دين. أما مفكر إسلامي دي سامحني مفيش حاجة اسمها مفكر إسلامي. أمال في حاجة اسمها إيه؟ قلت لحضرتك في حاجة اسمها رجل دين اتعلم في الأزهر وتتلمذ وقرأ كتب وتعلم وبدأ يقارن اللي اتعلمه ده ويدخله جوه دماغه. ولو ما عندوش الموهبة انه يستنبط ما يقدرش انه يفتي. الفتوى ليها شروط، وشروط قاسية وصعبة جدا عشان الانسان يقدر يستنبط ويفتي. فما تجيش حضرتك تقول لي انا درست بره في انجلترا المقارنة بين الاديان وتقول لي لا اصل انا مفكر اسلامي. مفيش حاجة اسمها في الإسلام مفكر إسلامي. في رجل دين هو اللي بيحكم وبيفسر. الشيخ الشعراوي رحمة الله عليه لما كان في تالتة ابتدائي، وتالتة ابتدائي ده ما كانش صغير قوي يعني، كان برضه ممكن تلاقي واحد في تالتة ابتدائي عنده 10 15 سنة مفيش مشكلة، ما كانش عايز يكمل في الأزهر. فلما والده راح يزوره عشان يشتري له الكتب بتاعة تالتة ابتدائي، قبل ما والده يجيله بيوم راح عند الراجل بتاع الكتب وشاف كتب كده، مش كتب بقى، مجلدات على الرفوف كده فوق. فقال للراجل انت عايز تبيع الكتب دي؟ قال له اه. قال له انا هجيب لك ابويا بكره والكتب اللي اقول لك عليها دي كلها تنزلها لي وانا هخليك تبيعها. قال له يا ابني بس الكتب دي بتاع المشايخ بتوعك، الكتب دي مش بتاعتك انت. قال له بس مالكش دعوه، انت مش عايز تبيعها انا هخليك تبيعها. والده جاله تاني يوم، خد والده وراحوا على الراجل بتاع الكتب وقال له نزل لي الكتاب ده والكتاب ده والكتاب ده او المجلدات دي ونزلها له. وقتها الكتب قطعت مبلغ ضخم. فابوه يقول له يا ابني انت هتاخد الكتب دي؟ يقول له اه، مش انا بقيت في ثالثه ابتدائي. فابوه طوعه وجاب له الكتب ودفع المبلغ الضخم، وشال معاه الكتب طبعا بقى ووصله لحد الايه المحطه. وهو رايحين مع الشيخ الشعراوي او الشيخ الشعراوي رايح مع ابوه لحد المحطه، وهو بيركب القطر قال له يا ابني اوعى تكون مفكر ان ابوك ده ما بيفهمش او ما بيعرفش. انا عارف ان الكتب دي مش بتاعه تالتة ابتدائي، وان الكتب دي كتب قيمة ومجلدات عالية جدا، وانا اشتريتها لك لاني ارجو ان انت تذاكر من هذه الكتب وتبقى عالم من العلماء. ابوه فهم ان هو ما كانش عايزه او بيعجزه بمعنى اصح عشان ما يقدرش يخليه يكمل في الايه، في الازهر. ولكن ابوه اشترى له الكتب وتمنى من داخله ان ابنه لما يطلع على هذه الكتب ويقراها ويفهمها كويس يبقى عالم من علماء الدين. وعن كلام او عن تصريح الشيخ الشعراوي ذات نفسه انه قرأ الكتب دي وهي اللي بنت الشخصية الاسلامية اللي اسمها الشيخ محمد متولي الشعراوي، الذي كلنا نحسبه على خير ولا نزكي على الله احدا. من هنا اتبنت شخصية الشيخ الشعراوي اللي بيقدر يتكلم في الدين، اللي بيقدر يفسر، اللي بيقدر يقارن، اللي بيقدر يدمج القرآن مع الحديث مع بعض، اللي بيقدر يفرق بين الآيات ويعرف ان الآية في الحتة الفلانية مكملة للآية في الحتة الفلانية.
مش أي واحد يطلع يقول لك أنا مفكر إسلامي وينكر السنة ويؤكد القرآن والكلام ده كله تصدقه وتعتقد معاه. لو أنت ما عندكش العقيدة القوية إنك تقعد تستمع ليه وترد على الشبه اللي بيقولها، ما تقعدش تسمعه. يا جماعة ما فيش حاجة اسمها مفكر إسلامي، في حاجة اسمها رجل دين، ومش كل رجال الدين بيبقوا رجال دين متمكنين. فما بالك ده مفكر إسلامي قرا له كتابين وخطف معلومتين وقعد يطيح بيهم يمين وشمال ويشكك الناس في دينهم. هؤلاء الناس لا تصح حتى مناظرتهم لعظم جهلهم، هم جاهلين جدا وعندهم جهل فظيع. لا تستمع لهؤلاء، لا يوجد حاجة اسمها مفكر إسلامي في الإسلام. في حاجة اسمها رجل دين، في حاجة اسمها أزهر، في حاجة اسمها شيخ أزهر، في ناس متخصصة ودارسة الكلام ده بشكل كبير جدا إنها تقدر تفتيك وتفهمك وتقنعك. غير كده أنا معرفش حاجة اسمها مفكر إسلامي. إذا كان عندك القوة إن أنت تستمع ليه وترد على الشبهة بتاعته، اقعد واسمعه. ما عندكش المعلومات الكافية ما تسمعلوش أصلا، لأن هو وظيفته الأساسية هو إنه يشككك في دينك ويحاول إن هو يزحزحك عن عقيدتك لمصالح شخصية هو الأدرى بيها، يعني بدون دخول في تفاصيل أو بدون دخول في أسماء، ولكن كلنا عارفين الكلام ده وعارفين الناس دول وهم بيعملوا إيه. دي كانت حلقة بس كده حبيت بيها أوضح كلمة مفكر إسلامي اللي انتشرت قوي في الآونة الأخيرة. يا جماعة مفيش حاجة اسمها مفكر إسلامي، في حاجة اسمها رجل دين. إذا حبيت إنك تلجأ، الجأ للأزهر يفتيك، الجأ لرجال الدين الموثوق فيهم المعروفين واسألهم واستفتيهم. وأخيرا استفتي قلبك، استفتي قلبك، لأن قلبك دايما هو اللي بيدلك على الصح. بعد استشارة رجال الدين ممكن رجل الدين يفتيك في فتوى وانت حاسس من جواك ان انت مش مريحاك، فتبعد عنها باستفتاء قلبك. انا مش رجل دين ولا مفتي ولا يعني اهل للفتوى، ولكن انا كنت بقول رأي بسيط جدا في كل واحد يطلع يقول لك انا مفكر اسلامي. مفيش حاجة اسمها مفكر اسلامي. يا اما تعلم عن الدين علم اليقين وتذاكر كويس وتدرس كويس عشان تقدر تقارن وتقدر تفهم التداخل ما بين الآيات والآيات المكملة لبعضها والناسخ والمنسوخ والأحاديث. الأحاديث نفسها وضحت لنا حاجات احنا ما كناش نعرفها. هل تقدر تقول لي الظهر كام ركعة وتطلعه لي من القرآن؟ مفيش حاجة في القرآن بتقول لك الظهر كام ركعة ولا بتقول لك مقدار الزكاة كام، ولكن الحاجات دي كلها جبناها من الأحاديث. ما ينفعش ننكر السنة. ما ينفعش إن واحد يطلع يقول لك أنا مفكر إسلامي ويبدأ ينشر أفكاره الفاسدة عشان يلوث عقولنا ويبدأ يوجهك إلى اتجاه خاطئ إنك تبدأ تتشكك في دينك. تمسك بدينك ولا تستفتي إلا أهل الفتوى اللي هم رجال الدين أو رجال الأزهر المعتمدين، لان هو ده الوسيله الوحيده اللي هتوصلك ان انت تعرف فتوى صح او تفهم فتوى صح. وابتعد عن هؤلاء المفكرين. لا يوجد مفكرين في الاسلام، بل يوجد رجال دين. شكرا لكم. كانت هذه يعني دردشه كده مع بعض بنتكلم فيها عن بعض الاوضاع الموجوده في مجتمعنا. ارجو انها تكون قد نفعتكم يعني ان شاء الله واستفدتم منها. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.